الساعه الميبرو الجي اس. بص انا بصراحه اقول لك رايي بحياديه زي ما انت عارف. رايي في الساعه الميبرو، انا في الاول خالص اول ما نزلت من براند ميبرو ما كنتش بصيت عليهم بصراحه للامانه. بس ما جاليش ان انا ايه، طب انا اشوف الساعه دي كويسه او لا. بس انا كنت معترض على الساعه، يعني حقيقه كنت معترض على الساعه لحد ما جبت الساعه الميبرو الجي اس اكتيف، واتغير وجهه نظري تماما عن ميبرو، وبدات ابص لها بصه مختلفه، وشايف ان هي محتاجه بس شويه الناس تعرفها هم بيعملوا ايه علشان خاطر يبدا الموضوع يبقى ايه، يبقى مختلف. زي ما انت شايف بتيجي باتنين استراب، عاجبني الديزاين بتاعها شبه الجي شوك شويه، فالديزاين بتاعها حلو. عاجبني الاستراب الرمادي ده، لايق شكله سبورتس، ولو عايز تقلبها بحاجه ووتر بروف لو انت هتستخدمها سباحه او كده، فالاستراب التاني ده لطيف جدا شبه الاستراب الابل، وخفيف مخلي حجم الساعه في الايد خفيفه. يعني الساعه بتيجي مقاومه للخدش السكرين بتاعها، وده حلو جدا، بتيجي 1000 نتس. بس خليني اقول لك في الاول قبل ما اشرح لك كل التفاصيل دي، الساعه دي مخصصه اكتر للناس اللي بتلعب رياضه، بتروح جيم، بتلعب سباحه، بتلعب بدل، بتتسلق. طبعا اغلبيه الساعات بتدعم، ده اللي عجبني فيها بقى الحته دي. بتدعم ايه؟ يقول لك التسلق الجبال والتزحلق. احنا في مصر ما عندناش الكلام ده، ما عندناش احنا الكامبينج، ما عندناش الكلام ده، لكن عندنا بدل، عندنا جري، عندنا كوره، عندنا الجيم، عندنا بنلعب عجل، يعني في حاجات كتير. الساعه دي بقى مصممه للكلام ده، فده اللي خلاني اقول لك للجي اس اكتيف ليه حلوه. وهم عاملين عليها عرض كويس، منزلين سعرها من 2700 جنيه ولا 3700 جنيه لحد 2000 ونص، فده اوبشن. بتدعم خاصيه الاولويز اون، وده بالنسبه لي حلو عشان مش كل شويه اقعد ادوس على زرار الساعه فابدا اشوف اللي انا عايزه على طول دايركت من الساعه مباشره. بص هي بتقعد معاك 20 يوم في الاستخدام، لكن بتوصل معاك ل 50 يوم لو انت بتستخدمها استخدام خفيف قوي. لو بتستخدمها استخدام جامد هتقعد معاك فقط 20 يوم في الاستخدام. بتدعم الجيروسكوب والباروميتر، يعني بتقيس ضغط الجو، وبتدعم الجيروسكوب. مزايا بقى، وعد عندك المزايا الرياضيه اللي هتستفيدها من الساعه دي. بتحلل لك الحد الاقصى لاستخدام الاكسجين لجسمك، هو انت استخدمت اقصى استخدام كويس للاكسجين ولا انت عندك مشكله في حاجه بتتمرن غلط. كل اللي بقوله لك او اللي اشرحه لك ده، كل ده تقدر تجيبه من خلال الابلكيشن بتاع ميبرو، هو ذكي جدا. طبعا هيبقى لنا جوله جوه الابلكيشن، الابلكيشن هو اللي فيه كل التفاصيل اللي بقول لك عليها دي. تخيل الابلكيشن ده دكتور او مدرب قاعد معاك، فهي الساعه اكتر تصلح للرياضيين على فكره شكلا وموضوعا. لكن لو انت بتبحث عن الشياكه بقى وعايز تستخدم ميبرو، انا لسه ما جربتش الساعه اللايت 3، لكن اقول لك ان هي الاسترابين تمام. بيجي معاها ستراب اللي هو البني بتاعها اللي مرسوم على العلبه ده مش عاجبني، الكواليتي بتاعته رديئه جدا، لكن بيجي معاها الاستراب الاسود ده اللي بينقل شكل الساعه نقله نوعيه. لكن عشان ما نخرجش بره اللايت 3 ونيجي نتكلم عن الجي اس اكتيف، فهنكمل شرح ليه الساعه الجي اس اكتيف. بتقيس لك بقى معلم ايه؟ بتقيس لك عمق البحر، بتنزل معاك لحد 50 متر، والارتفاع عن سطح البحر لو انت بتتسلق جبل او حاجه. كل القياسات دي موجوده من خلال الساعه. عاجبني بقى حاجه فيها في الاستروك، تمام، في السباحه بتقول لك عدد ضربات دراعك وانت بتعوم مقارنه مع مجهود قلبك. هل انت بتطبش بتعوم عوم كده، ولا انت كل ضربه من بتعملها بتعمل مجهود اقل لكن بتديك مسافه او بتديك ضربه صح في السباحه. فده مقياس اصلا يخليك تشوف النهارده انا عملت مثلا مجهود يساوي كذا، المجهود ده مشيت بيه مسافه قد كده، فانا اقدر اقيس انا كده ماشي كويس بتطور او لا. فده مدرب سباحه معاك. عاجبني بقى موضوع ان هو بيديك تقرير ويقول لك هو تمرين السباحه اللي انت اتمرنته ده او التمرين اللي انت عملته مفيد اصلا لجسمك، يعني استفدت منه بحاجه ولا لا. في الاخر بيقول لك عدد الحاجات اللي انت حرقتها الكالوري مقارنه بالنتائج اللي انت تحصلت عليها من التمرين ده. اما بالنسبه للجري فهي بتديك برده شويه قياسات، يقول لك التذبذب العمودي، بمعنى ايه؟ ارتفاعك وانت ماشي بتجري، هل انت بتعمل ارتفاعات عاليه فبيحرق معاك مجهود ولا ارتفاعات بسيطه؟ كل ده موجود من خلال الابلكيشن. وكمان بيقول لك الوقت الطبيعي اللي انت محتاجه عشان جسمك يعمل ريكفري. بص انا كل ده موهوم ازاي كل ده موجود في ابلكيشن على موبايلي في الساعه. انا مجرد لبست الساعه قالت لي كل القرايات. طبعا بتدعم الجي بي اس، وبتيجي ب5 انظمه ملاحه مختلفه، فبيديك مسارات، حتى في مسارات هي ثابته عندهم ممكن تستخدمها، او تستخدم المسارات الخاصه بيك في الجري. ويقول لك لو انحازت عن الطريق بيديك نوتيفيكيشن، حاجه يعني في منتهى التركيز. طيب دي المواصفات الطبيه اللي احنا قلنا فعلا مش هتلاقيها في ساعات كتير موجوده متجمعه كلها في ساعه واحده بسعر اللي هو السعر 2500 جنيه. الساعه بتراقب النوم، بتديك نوتيفيكيشن لو حصلت مشكله في ضربات القلب خلال النوم او خلال اليوم عامه. فيها اكتر من 150 مود رياضي وده طبيعي جدا، واكتر من واتش فيسز بترد على المكالمات، تقدر من خلالها تعمل فايند ماي فون. كل ده موجود في خلال الساعه دي. طبعا وبتقيس الفيميل سيركل لو في بنت بتستخدمها، بيقيس لك الاسترس. بص بيعمل حاجات كتير جدا. بص الاله الحاسبه، الكالندر، ستوب واتش تايمر، الباروميتر، البوصله، فايند ماي فون، كل ده من خلال الساعه. ده رايي باختصار في الساعه الميبرو الاكتيف الجي اس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نشوف كل جديد. باي باي.